في خبر عاجل الآن، إصابة يزيد أبو ليلى حارس الأردن بتدخل عنيف مع سلمان العوضي ليغادر الملعب ويشارك عبد الله الفخوري بدلا منه. ويمتلك منتخب الأردن 9 نقاط متأخرا بفارق نقطتين عن العراق و5 نقاط عن كوريا الجنوبية متصدرة المجموعة. وحصدت الكويت نقطتها الرابعة بعد 4 تعادلات. وفرط الأردن في تقدمه بهدف رائع ليزن النعمات بعدما سجل محمد دحام في الشوط الثاني ليتعادل 1-1 مع مضيفه الكويت في المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، ويتراجع للمركز الثالث في المجموعة الثانية. وكان الأردن الأفضل في الشوط الأول وتقدم في الدقيقة 21 بعدما أطلق النعمات تسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء، وسدد دحام كرة قوية من مدى بعيد خلعت الحارس البديل الفخوري ليدرك التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 68. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تشترك على زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.